السلام عليكم، شلونكم شباب اليوم ويانا تثبيت برنامج فوتوشوب سي اس 5. وكيفية تحويل اللغة من اللغة العربية للغة الإنجليزية والعكس. شباب، هذه هي قناة البرنامج. إن شاء الله راح أرفق رابط البرنامج تحت الفيديو. طبعا رفعته على الميديا فاير. تجي شباب كالعادة نقرتين. طبعا باللغة الهندية اسمه الفوتوشوب جنجهم بهاي. تجي يعني تنقر نعم. ايه، ننتظر شوية. راح تطلع لك سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. تجي موافق. التالي. تجي هنا بس يطلب من عندك كلمة المرور، تكتب الدرب باللغة العربية، العفو. الدرب بالهندية يعني چنگهاي، يعني الدرب. اي تجي تعطي التالي يعني نيكست. تجي راح يثبت عندك. انتظر. العفو، انا هاي جاي احمل هنا برنامج عندي، جاي احمل بيه. برنامج حلو يعني الأغلبية يستخدمونه، يتملعبون بالصور وهيك شغلات وهاي. شوف جماعة، هواي برنامج ولد تفعيل وما أعرف شنو، هذا لا تفعيل ولا شيء، هذا برنامج كامل يعني. انتظر الآن يكمل تثبيت شوية تعطل عندي، ما أعرف. الحاسبة تحمى شوية لأن عبالك برازيلي. عندنا جيجارة على الواهس بين ما يكمل. استفاد. هاي شباب انتهاء، هذه هي الأيقونة مال البرنامج. طبعا انبه، اكو بعض الجماعة يقولون انقر عليه ما يفتح عندي، فخاف ما يفتح عندك. يعني اذا ما فتح عندك ماكو مشكلة، انقر عليه خيارات بس اول مرة، يعني بس اول فتحة لك خيارات وتشغيل كمسؤول. بس اول ما تنصبه، يعني بعدها تجي عليه تنقر عليه نقرتين عادية. وهسه ان شاء الله راح ارويك بين ما هسه افهمك كيفية تحويل اللغة من اللغة العربية للغة الإنجليزية، أو إذا تريدون اللغة الهندية بكيفكم بعد اللي يعرف باللغة الهندية، لأن اللغة الهندية لغة حلوة يعني سلسة. حاسب لطشت فد مرة. شفات. يا دوخة اتصل علي شباب، هسه ارجع لكم بين ما ارد على التليفون. رجعنا لكم بعد ما قلت لكم يعني اذا ما يشتغل عندك اول مرة راح يشتغل عندك بخيارات بس اول مرة، وتشغله تشغيل كمسؤول. طبعا التليفون شوية تأخرت عليكم. هسه انا انطيته خيارات فاشتغل عندي. هذا هو هسه باللغة العربية عادي، ما عندي مشكلة، ظهر عندي باللغة العربية. بس اذا تريد تحوله الى اللغة الانجليزية، تحويله الى اللغة الانجليزية، تجي على تحرير، تنقر عليها، تجي على اخر شي تفضيلات، تجي على الواجهة، تجي على الواجهة. هذه الواجهة. إذا تريد تحوله للغة الهندية أو الإنجليزي، قصدي العفو، إنجليزي. والله ما أدري، ذبحتني هاي لويش تعلق ما أدري. استغفر الله. طب راح تظهر عندكم هذه. هنا عندك هذه من تجي تختار لها اللغة. هنا راح تجي انجليزية وتنطي اوكي. هنا موافق، تنقر عليها موافق، تسد البرنامج، ترجع تفتح البرنامج تلقاه باللغة هاي هسه انجليزية المملكة المتحدة، انطي موافق. راح يظل عربي عندك. هسه انا راح اسده البرنامج، وراح اجي افتحه مثل ما قلت لكم. بعد ما يحتاج اجي انقر عليه نقرتين راح يفتح عندي عادي. ماكو اي مشكلة، ماكو يعني بعد خيارات وتشغيل كمسؤول وهيك شيء. هاي مثل ما جاي تشوفون. ولو طال علينا يعني المقطع الفيديو. يلا يا معود.
مع الشباب هسه تحول اللغة الإنجليزية. وتحياتي لكم، ومعكم أخوكم سيف الإسلام العقابي، في أمان الله.